إمرالي يخاطب إسطنبول بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. رسالة عبد الله أوجلان إلى مؤتمر السلام والمجتمع الديمقراطي في إسطنبول ليست خبرا عابرا يضاف إلى أرشيف الاجتماعات والبيانات، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من تفكيك الدولة القومية وإعادة بناء الشرق على أسس مغايرة تماما لما رسمته حدود سايكس بيكو وما كرسته جمهوريات الحديد التي صنعت شعوبها على مقاس خرائطها. هذه الرسالة تخرج من إمرالي كأنها امتداد لزلزال تاريخي بدأ منذ عقود، زلزال يضرب فكرة الدولة من جذورها لا شكل السلطة فقط، ويعيد طرح السؤال الذي حاول الجميع دفنه: من يملك الحق في تعريف الإنسان، الدولة أم المجتمع؟ حين يتحدث أوجلان عن إعادة بناء الاشتراكية من خلال بناء السلام والمجتمع الديمقراطي، فهو لا يحيي مدرسة فكرية قديمة، بل يعلن وفاة نموذج كامل من الاشتراكية التي عاشت وماتت داخل أسوار الدولة. الاشتراكية التي عرفها القرن العشرون كانت في معظم تجاربها اشتراكية الدول لا اشتراكية البشر. حزب واحد يحتكر الحقيقة، طبقة بيروقراطية تتقمص دور الطليعة، أجهزة أمنية تتكفل بإسكات المجتمع باسم الثورة، ودولة تستعير قاموس التحرر لتعيد إنتاج الاستبداد بلغة جديدة. ما يطرحه أوجلان هو نفي لهذا المسار من جذره. اشتراكية لا تبدأ من القصر الرئاسي ولا من اللجنة المركزية، بل من علاقات البشر في أصغر قرية، من المرأة في بيتها، من الأقليات الممحوة من السجلات الرسمية، من المجتمع الذي حول طويلا إلى جماهير بلا وجه وبلا صوت. في جوهر هذه الرؤية، الاشتراكية ليست نظاما اقتصاديا بقدر ما هي أخلاق للعلاقة بين الإنسان والسلطة، وبين المجتمع والثروة، وبين الجغرافيا ومن يسكنها. هي محاولة لإعادة السياسة من يد الدولة إلى يد المجتمع، وإعادة الاقتصاد من يد السوق المعولمة والدولة المركزية معا إلى يد شبكة من العلاقات الحية التي لا تختزل في أرقام الميزانيات ولا في مؤشرات النمو. هكذا ينسجم مشروعه مع الفكرة العميقة التي تتشكل اليوم في قلب الشرق. لا يمكن إصلاح دول ولدت من رحم الإنكار القومي والحدود المصطنعة، بل لا بد من تجاوزها إلى مستوى جديد من التنظيم يقوم على المجتمع لا على كيان متضخم اسمه الدولة. لذلك يبدو نقده للماركسية استمرارا لهذا المسار لا انحرافا عنه. أوجلان لا يهدم الماركسية ليقف في صف خصومها، بل يحاول إنقاذها من تحجرها التاريخي. المادية التاريخية التي صيغت في قلب أوروبا الصناعية لم تعد قادرة على فهم بنية القوة في عالم تتحرك فيه الجيوش تحت غطاء الشركات، وتدار الحروب من غرف البورصات ومنصات التكنولوجيا، وتحسم مصائر الدول على خطوط الممرات الاقتصادية أكثر مما تحسم على جبهات القتال التقليدية. لم يعد الصراع صراعا مبسطا بين برجوازية وطبقة عاملة داخل دولة قومية مستقرة الحدود، بل صار صراعا بين مجتمع مهدد بالتفكك ومنظومات متعددة الرؤوس تتحكم في حركته: دولة، سوق، أجهزة أمن، تحالفات دولية، شبكات أيديولوجية وإعلامية. من هنا تبدو دعوته إلى أن تعيد القوى المناهضة للنظام العالمي تقييم المادية التاريخية، دعوة إلى كسر كسال فكري عميق. كثير من الحركات التي ترفع شعارات الثورة ما زالت سجينة أدوات تحليل صيغت في زمن آخر، تقرأ الواقع بلغة لا ترى ما يتشكل تحت سطح الأحداث: سقوط الدول من داخلها، تحلل الهويات التي فرضت بالقوة، صعود الجغرافيا بوصفها لاعبا مستقلا عن إرادة العواصم، ومحاولة القوى الكبرى رسم شرق جديد من خلال التحكم في الممرات والمعابر لا من خلال الاحتلال المباشر. إن الاستمرار في استخدام القوالب القديمة ليس مقاومة، بل استسلام مموه، لأن النظام العالمي نفسه تغير بينما بقي وعي من يقاومه كما هو. في قلب الرسالة تتوهج الجملة الأكثر حساسية: سننجح من منظور جمهورية ديمقراطية بدلا من الدولة. هنا لا يقترح أوجلان دستورا بديلا ولا مجرد نموذج حكم جديد داخل الإطار نفسه، بل يضع على الطاولة تصورا يخرج من منطق الدولة القومية برمته. الجمهورية الديمقراطية كما تتبلور في مشروعه ليست دولة أخرى تنافس أنقرة أو دمشق أو طهران على الشرعية، بل هي تصور لمجتمع ينظم نفسه بنفسه عبر هياكل محلية، مجالس، كومينات، تمثيل حقيقي للمرأة، مشاركة فعلية للفئات التي محتها الأنظمة من وعينا الجمعي. هي محاولة لخلع القداسة عن الدولة وإعادتها إن بقي لها وجود إلى حجمها الطبيعي كأداة لخدمة المجتمع لا كقدر مفروض عليه. بهذا المعنى الخطر الذي تراه أنقرة في مشروعه ليس أمنيا فقط، بل وجوديا.
فالمشروع لا يقول نريد دولة قومية كردية إلى جانب الدولة التركية، بل يقول النموذج نفسه الذي بنيت عليه الجمهورية التركية بوصفها دولة قومية مركزية أحادية الهوية قد استنفد نفسه تاريخيا. إن قبل هذا المنطق فلن تبقى تركيا وحدها مهددة، بل كل الأنظمة التي قامت على النسق ذاته في الشرق. هنا تتقاطع الرسالة مع المسار الأوسع لتفكك الدول الذي يتقدم ببطء في المنطقة، ومع التحولات العميقة التي تجعل من الخرائط الحالية مجرد مرحلة انتقالية بين زمنين، زمن الإمبراطورية وتقسيمها إلى دول قومية، وزمن جديد لم تتحدد ملامحه بعد، لكنه لن يشبه ما عرفناه خلال القرن الماضي. عندما يتوجه أوجلان في ختام رسالته إلى المؤتمر بتمنيات النجاح لا يتحدث بلغة المجاملة، هو يلمح إلى أن نجاح مثل هذا الاجتماع إن تحول من لقاء رمزي إلى نواة تنظيمية وفكرية حقيقية، يعني بداية انتقال مركز الثقل من الدولة إلى المجتمع، من السلطة إلى الوعي، من البلاد التي تدار من برج مراقبة واحد إلى فضاء سياسي أنتجته تعددية أصوات وتجارب وآلام. إن اجتماعا يفكر بهذه اللغة لا يطالب بتعديل دستوري محدود، بل يشارك في كتابة مقدمة تاريخ جديد. بهذه القراءة يمكن وضع الرسالة في سياق أوسع من لحظتها السياسية. إنها جزء من السردية الكبرى التي تعيشها المنطقة، انهيار البنى التي بدت ثابتة لعقود، وبحث المجتمعات عن شكل جديد للوجود السياسي لا يكرر تجربة الأنظمة التي سقطت ولا يكتفي بتجميل الأنظمة التي بقيت. الرسالة لا تخاطب إسطنبول وحدها، بل تخاطب الشرق كله، وهو يقف على حافة مفترق حاسم: إما إعادة ترميم الدولة القومية المتهالكة بطلاءات جديدة، وإما القفز إلى مستوى آخر من التفكير يعترف بأن زمن هذه الدولة قد أوشك على الأفول، وأن الإنسان والمجتمع والجغرافيا يستعدون لكتابة نص مختلف. في هذا الأفق تحديدا تكتسب كلمات أوجلان معناها الأعمق، ليست مجرد إعلان موقف، بل مساهمة في تأسيس لغة جديدة لفهم ما يحدث، لغة لا تعيد تدوير مفاهيم القرن الماضي، بل تحاول أن تمنح هذا الشرق فرصة أخيرة ليتصالح مع نفسه خارج سجون الخرائط وحدود الخوف. بقلم صلاح الدين الكردي، نوبار.